صديقي طالب اولى اعدادي، انت محظوظ دلوقتي لان الفيديو ده ظهر لك. احنا بنكلمك دلوقتي في اسئله مهمه جدا وتوقعات مهمه جدا هتلاقيها في امتحان بكره. تعالى بدل ما نبدا التوقعات بالنصوص ما تيجي نبداها بالنحو. يلا نبداها بالنحو. كثيرا ما تحرص الدول القويه على ان تتمسك بحقوق الانسان في المحافل الدوليه في الوقت التي تراها غير مترددة في أن تمد يد البطش والعدوان على الدول الضعيفة، كما تستبيح لنفسها خيرات وثروات تلك الدول، وما يمثل انتهاكا صارخا لأبسط مبادئ القانون الإنساني. أنا عايز أقول لك وإنت بتعرب لازم تخلي بالك من عدة إعرابات مهمة: فاعل، مفعول، مضاف إليه، نعت. اتفقنا؟ ولو جبت لك فعل تعربه خد بالك هو ماضي ولا مضارع ولا امر، وبكده انت جمعت الاعرابات المهمه. يلا نشوف. كثيرا ما تحرص هيبقى طبعا فعل مضارع في قبله اداه نصب او جزم؟ لا، يبقى فعل مضارع مرفوع بالضمه. طبعا تكتب الاعراب كامل. بعدين في المحافل ده قبلها حرف جر يا استاذ. طب حلو قوي، يبقى اسم مجرور بالكسره. ما تنساش تكمل اعراب للاخر. كلمه خيرات اوعى تروح للكلمه كده، تشوف من اول الجمله. بدايه جمله ادي الفاصله. كما تستبيح فعل. تيجي عند الفعل وتسال بمين؟ مين اللي هيستبيح؟ هي هتستبيح ايه؟ خيرات. يبقى خيرات مفعول به منصوب، بس منصوب بايه؟ بالكسره، لان خيرات جمع مؤنث سالم. لأبسط مبادئ القانون. أبسط نكرة، خد بالك بقى من دي، ومبادئ نكرة وما بتوصفش يبقى مضاف إليه. خد بالك من القاعدة دي، لأنك كنت حافظ إن نكرة ونكرة تبقى نعت وخلاص، لكن نكرة ونكرة وبتوصف تبقى نعت. نكرة ونكرة وما بتوصفش تبقى مضاف إليه. مضاف إليه مجرور بالكسرة. الاستخراج، عاوزينك تطلع فعل لازم وفعل متعدي. اعمل ايه يا استاذ وانا مش فاهم اللازم والمتعدي؟ اقول لك يا حبيبي الاستاذ، تعالى الاول كده نطلع كل الافعال اللي موجوده عندنا. ادي تحرص، ادي اول فعل، وتتمسك، وتراها، وتمد. كفايه كده. شوف يا حبيبي، اي فعل ينفع تحط في اخره ه او كاف اللي هو الضمير يبقى متعدي، ما ينفعش يبقى لازم. بس كده. يلا نشوف. تحرص، حط ايه؟ تحرصه، تحرصك، ما تنفعش صح؟ يبقى تحرص لازم. تراها هي اصلا فيها ايه؟ يبقى متعدي. بس كده طلعت اللازم والمتعدي. فعل مجرد واخر مزيد، وحدد احرف الزياده. تحرص، خلي بالك لما بتيجي تحدد المجرد والمزيد خد بالك لازم ترجع للفعل الماضي، ما ينفعش تعمل على المضارع ولا الامر. تحرص الماضي منه حرصا، كم حرف؟ 3. يبقى ادي المجرد اهو. يلا نشوف المزيد. تتمسك ده مضارع، الماضي منه تمسك. مزيد بكم حرف ده؟ الت والشده. فعل صحيح والتاني معتل. يعني ايه صحيح ومعتل؟ صحيح ما فيهوش حرف عله، معتل في حرف عله. تحرص صحيح، تمسك صحيح برضه. ناخد بقى ايه؟ تراها يبقى معتل، يبقى ممكن ناخد تحرص وتراها. تحرص صحيح، صحيح سالم، وتراها طبعا لما تيجي برضو تحكم على الصحيح والمعتل لازم تجيب الماضي. تراها الماضي منه رأى، يبقى رأى ده كده ايه؟ معتل الاخر. فعل ينصب مفعولين، وحدد المفعولين. الفعل ينصب مفعولين: ان تتمسك بحقوق في محافل. تراها برضو. طب فين المفعولين؟ المفعول الاول الهاء، المفعول الثاني غير. الجملة التي اشتملت على فعل صحيح مضاعف، ده معتل عشان في حرف عله. ده صحيح مضاعف، ده صحيح بس مش مضاعف.
ده صحيح. تعالوا بقى نشوف ده وده، مين فيهم بقى اللي صحيح مضاعف؟ قال لك علشان تحكم على انه مضاعف ولا لا لازم تجيب الماضي، صح؟ مش بس كده، تجيب الماضي الثلاثي كمان، ودي نصيحة. الماضي الثلاثي، تعلم الماضي الثلاثي علم مش مضاعف. تعد الماضي الثلاثي عد. طالما جالك حرفين يبقى اعرف ان هو مشدد مضاعف عشان يبقى 3. وجدناكم حريصين على إكرام الضيف. احذف الفعل واكتب الجملة صحيحة. فين الفعل؟ اللي هو وجدناكم. هتشيل الفعل بس وجد ويبقى أنتم، والخبر بدل حريصين تبقى حريصون، لأنه خبر بيبقى مرفوع، يبقى حريصون وكمل الجملة. بعد كده التعبير لازم تاخد بالك من إيه؟ تاخد بالك من خطك، تاخد بالك من علامات الترقيم. بيقول لك اكتب موضحا أهم إنجازاته في مجال الفضاء مع مراعاة عناصر السيرة الغيرية. لازم تاخد بالك من المقدمة والنشأة والطفولة والتحديات والإنجازات وأثر وتأثير والخاتمة. طيب، صوب الخطأ. الإملاء. يأدي المصريون عملهم بإخلاص. اسمها إيه بقى؟ يؤدي. طب يؤدي مش أنت بتنطق واو أهو، يبقى الهمزة تبقى على واو، يبقى يؤدي وبعد كده باقي الجملة وتكتب الخط. يلا بقى نطلع نص الاستماع. نص الاستماع لو انت ما تعرفش ان المدرس هيدخل ومعاه النص ويقرأه. نصيحة، اول ما المدرس يقرأ على طول امسك الورقة وحل نص الاستماع. ليه؟ لان ممكن هو يقرأ وانت ما تاخدش بالك من معلومة او 2، فعلى طول ابدأ حل. هتلاقي نفسك حليت سؤالين 3 ووقف قدامك سؤال، الاستاذ هيقول لك هيعيد تاني قراءة بس في نفس الوقت، فلما يعيد في نفس الوقت هتبقى انت خدت بالك ايه الاسئله اللي انت لسه ما خدتش بالك منها، فتروح لما الاستاذ يقرا تاخد بالك على طول. الدكتور جمعه سند من ابرز علماء الكيمياء الفيزيائيه في مصر والعالم العربي. كرس حياته للبحث والتعليم فاسهم في تطوير فهمنا لخصائص المواد وتفاعلاتها تحت ظروف معقده. برز في مجالات الطيف والتحليل الحراري ودراسة التفاعلات السطحية، وشارك في أبحاث عالمية نشرت في مجلات مرموقة، مما جعل اسمه علما في المحافل العلمية. كما عمل أستاذا وموجها لأجيال من الطلاب فنقل إليهم خبرات العلم الحديث مستندا إلى تراث علمي مصري عريق بدأ منذ الفراعنة وتطور على أيدي رواد النهضة، وبذلك ربط بين عمق الماضي العلمي واحتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل، مسهما في بناء قاعدة علمية مصرية تواكب العصر وتخدم الإنسانية. سمعت؟ يلا الأسئلة. برز الدكتور جمعة سند في مجالات الطيف والتحليل الحراري والتفاعلات السطحية، صح؟ اقتصر دور الدكتور جمعة سند على البحث العلمي دون المشاركة في التدريس، غلط، قال لك شارك في التدريس. أسهم الدكتور جمعة سند في تطوير فهمنا لإيه تحت ظروف معقدة. فهمنا لإيه؟ أعتقد إنك هتبقى محتاج بقى إيه؟ الأستاذ يقرأ تاني عشان تجاوبها، صح؟ هنطلع مع بعض تاني. ساهم الدكتور جمعة سند في بناء إيه تواكب العصر وتخدم الإنسانية. يبقى كده نطلع نقرأ تاني. في تطوير إيه؟ قال في تطوير فهمنا لخصائص المواد وتفاعلاتها. ادي واحد. وبعد كده في بناء ايه؟ في بناء قاعدة علمية مصرية. يبقى ادي اجابة السؤالين. فحضرتك اول ما الاستاذ يقرأ على طول تطلع تجاوب، علشان ما خدتش بالك من كلمة يبقى الاستاذ وهو بيقرأ تاخد بالك. ادمان الانترنت هو سلوك يعتاد فيه الفرد استخدام الإنترنت لفترات طويلة بشكل قهري، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على جوانب حياته الصحية والنفسية والاجتماعية والمهنية. ومن أهم أعراض إدمان الإنترنت التكلم عن الإنترنت في الحياة اليومية
ويتمثل في استحواذ الإنترنت على اهتمام الشخص فيصبح الإنترنت شغله الشاغل ومركز اهتمامه. الميل إلى العزلة والانطواء، وتظهر في حالة صغار السن والبعد عن ممارسة الأنشطة الاجتماعية. ومن مساوئ إدمان الإنترنت الاستمرار في استعمال الإنترنت بالرغم من تسببه في مشكلات وصراعات مثل إهمال الواجبات الأسرية والاجتماعية والوظيفية، والشعور بالاكتئاب والدونية وانخفاض المستوى الدراسي. مفرد أو مرادف استحواذ يبقى استيلاء، ومضاد العزلة تبقى المساهمة والمشاركة. إدمان الإنترنت يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية، صح. إدمان الإنترنت لا يصيب صغار السن، غلط، بيصيب صغار السن. ما المقصود بإدمان الإنترنت؟ أن يستحوذ على كل شيء في حياته. ما علاقة جملة ومن أهم أعراض إدمان الإنترنت بما بعدها؟ قال لك من أهم الأعراض، بما بعدها يجيب لك بقى اللي بعدها، هيبقى ديت كده إجمال، واللي بعدها تفصيل، يبقى إجمال واللي بعدها تفصيل. طيب، هاني نجم. الدكتور هاني نجم مثال حي للطبيب الذي يجمع بين العلم والرحمة وبين الابتكار والإخلاص. إنه فخر لكل عربي ونموذج يحتذى به في مجال الطب والإنسانية. ولد الدكتور هاني نجم في الرياض عام 1962، وتخرج في كلية الطب بجامعة الملك سعود. بعدها سافر إلى كندا، حيث حصل على الزمالة الكندية في الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى تخصص دقيق في جراحة قلب الأطفال. ثم عاد إلى المملكة عام 1999 وعمل في مركز الملك عبد العزيز الطبي بالرياض، حيث طور قسم جراحة القلب للأطفال وأجرى العديد من العمليات المعقدة التي كانت تعتبر مستحيلة في السابق. في عام 2016 انتقل إلى الولايات المتحدة ليترأس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين بولاية أوهايو. هناك أجرى أكثر من 10,000 عملية قلب معقدة للأطفال والبالغين، بما في ذلك عمليات نادرة مثل إزالة ورم من قلب جنين داخل رحم أمه. ومن أبرز ابتكاراته تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، مما يجنب الأطفال الحاجة إلى عمليات جراحية متكررة مع نموهم. تقديرا لإنجازاته حصل على جائزة نوابغ العرب في مجال الطب عام 2023، والتي تعتبر من أرفع الجوائز العلمية في العالم العربي. كلمة بمعنى يقتدى به تبقى يحتذى به. كلمة مضادها الرياء هتبقى الإخلاص. أرحام هتبقى رحم، طبعا من القطعة. أجرى الدكتور هاني نجم أكثر من بولاية أوهايو، طبعا صح. السمة التي تميز الدكتور هاني نجم في الجهد الدؤوب في مجال العلم، صح. حصل الدكتور على جائزة نوابغ العرب تقديرا لإنجازاته، صح. ما أبرز ابتكارات الدكتور هاني نجم؟ هتجيبها فوق من القطعة بالنص. أبرز ابتكاراته تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل. بيقول علاقة جملة مما يجنب الأطفال الحاجة إلى عمليات جراحية في الفقرة الثانية بما قبلها. مما يجنب الأطفال، هنشوف في الفقرة الثانية. الفقرة يا أستاذ بتيجي إزاي؟ أدي بداية الفقرة بتكون مسافة نص كلمة، أدي كل دي كده فقرة، كده بقى الفقرة الثانية من أول هنا. هنشوف مما، كلمة مما يقول إيه؟ ومن أبرز ابتكاراته تصميم صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل. ليه؟ مما يجنب الأطفال الحاجة إلى عمليات جراحية، يبقى علشان، يبقى كده تعليل. عالمية الدكتور هاني نجم، دلل من النص، هتطلع للنص. وبراعة الدكتور هاني نجم في الجراحات النادرة، تطلع فوق تشوف عالميته. يعني هو بقى عالمي ازاي؟ عالمي ازاي؟ هنا عالمي ازاي؟ قال لك اجرى العديد من العمليات مستحيلة في السابق في عام 2016، دي العالمية بتاعته. وممكن هنا في مركز الملك عبد العزيز، دي من العالمية بتاعته. براعة الدكتور هاني نجم في الجراحات النادرة، دلل على كده. هنروح للجراحات النادرة، هيجي يقول لك هنا
هنا بما في ذلك عمليات نادرة. قال أجرى أكتر من قلب معقدة بما في ذلك عمليات نادرة. النص الشعري: وطن إذا ذكروه لي وبي الغليل وجدت بردا، ولو استففت ترابه لوجدت عيشي فيه رغدا. لا تأسفن وطني وكن ثبتا على الأيام صلدا، صيدا ليعرب شيد عزا وللأوطان مجدا. كلمة بمعنى صلبا قويا. قال له إيه؟ لا تأسفن وطني وكن ثبتا، يبقى دي ثبتا. كلمة ضدها اهدموا، يبقى شيدوا. كلمتين مترادفتين: عزا ومجدا، نفس المعنى. إلى ما يدعو الشاعر وطنه في البيت الثالث، يدعوه بإيه؟ خلي بالك، هنا بينهاه، هنا بيدعوه. قال له يدعوه أن يكون صابرا على الأيام صلدا. معلش، صلبا ديت تبقى صلدا. استنتج دلالة البيت الثاني: ولو استففت ترابه لوجدت عيشي فيه راضا. دلالته ايه؟ القناعة. انا في الاخر فرحان ان انا موجود في وطني، فانا قنوع باي حاجة حتى لو هاكل تراب. ده القناعة. البيت الثاني. استخرج صورة حسية واذكر الحاسة التي تحفزها. يلا نشوف الصورة الحسية. وطن إذا ذكروه لي وبي الغليل وجدت بردا. وجدت بردا، شبه البرد بشيء مادي، بشيء مادي. طيب، أسلوب إنشائي وبين نوعه. أسلوب إنشائي: أمر، نهي، نداء. فعندك لا تأسفن هيبقى وكن، فعندك يا إما تطلع الأمر ده أو النهي ده. كلمتين على نفس الوزن، عندك كلمة ثبتا وصلدا، عندك رغدا وبردا ومجدا وصلدا، كل ده نفس الوزن. كلمتين نفس الوزن تلاقي نفس الموسيقى. وبعد كده النحو اللي هو كان أهم جزئية اللي محتاج تاخد بالك منها جدا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.